التجمع اليمني للإصلاح عمره ما خذل أحد ولن يخذل أحد. التجمع اليمني للإصلاح لم يخذل اليمن، كلهم خذلوا اليمن. الجميع خذل اليمن وتحول إلى مشاريع صغيرة جدا وتحول معهم كثير. التجمع اليمني للإصلاح الوحيد الذي واقف مع البلد، واقف مع الوطن، واقف مع المشروع الوطني الكبير. الإصلاح لم يخن ولن يخون. الإصلاح اليوم في كل معركة يتعرض لليمن يبقى الإصلاح هو السور الأخير للجمهورية. لم يخذل الجمهورية ولم يخذل الناس ولم يخذل اليمنيين، واقف مع مشروع اليمن الكبير، فكيف يمكن أن يخذل أبنائه؟ نحن كأبناء التجمع للإصلاح نفخر بهذا التجمع الرائد، ونفخر بالإصلاح، ونفخر بمواقفه، ونتمنى كل القوى السياسية اليوم أن تحذو حذو الإصلاح في الدفاع عن الجمهورية والدفاع عن الوطن والوقوف والانحياز للناس والمجتمع والوطن. وأيضا رسالتي الأخيرة للجميع أن نوحد الصف الجمهوري، لا داعي للمعارك الجانبية، لا مع المؤتمر ولا مع الانتقالي ولا مع الإصلاح ولا مع الاشتراكي ولا مع الناصري. جميعنا يجب أن نحافظ على كينونة الدولة اليمنية، وأن نحافظ على العمل السياسي، وأن نحافظ على الروح المدنية للدولة، وأن نحافظ على الروح المجتمعية، وأن نحافظ على وحدة الصف. معنا عدو واحد فقط اسمه الحوثي، غير الحوثي ما فيش عدو، وأي واحد يعمل له عدو غير الحوثي هذا شخص يعمل ضد اليمن. تحياتي لكم، تحية للوطنيين من كل الأحزاب، وتحية للتجمع اليمني للإصلاح خاصة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.